في بيت شعر للمتنبي بيقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. بيت الشعر ده بينطبق على حكاية الليلة، حكاية عارضة الأزياء الجميلة آبي تشوي. آبي تشوي موديل كان بيستناها مستقبل كبير في عالم الأزياء العالمية. تفاصيل الحكاية مخيفة ومرعبة لأنها بتحكي عن جريمة وحشية وغريبة في نفس الوقت. ويلا بينا نبدأ حكاية الليلة. آبي تشوي اتولدت في الصين، وبالتحديد في هونج كونج بتاريخ 15/7 سنة 1994. وهونج كونج بيسكنها الأثرياء، وهي مدينة متطورة وحديثة حتى إنها بتنافس أمريكا في امتلاكها لأطول ناطحات سحاب. آبي تشوي اتولدت لعيلة غنية جدا لأنهم كان عندهم شركة في مواد البناء، فكان من صغرها بتعيش حياة كلها رفاهية، وكانت جميلة ومتطلعة، وكان حلمها إنها تعرض الأزياء وتصممها. وآبي عرضت أزياء في مجلات أزياء عالمية، وكانت بتقدم إعلانات، وكانت غنية جدا حتى إن هي كانوا بيقولوا إن ثروتها تقدر ب100 مليون دولار، وده من شغلها بس. وكانت إنسانة ذكية اجتماعيا، فكان ليها متابعين كتير على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مستوى عائلتها كانت محبوبة من الكل. أي حد كان بيشوف آبي تشوي أكيد كان بيحسدها على الحياة اللي هي عايشاها، لأنها حياة كاملة وسعيدة. بنت في سنها بتمتلك الثروة دي كلها، وعايشة حياة مرفهة، وبتلبس أغلى لبس، وعايشة في قصر فخم، وبتركب أحدث عربيات. آبي اتجوزت وهي عمرها 18 سنة من صديق طفولتها أليكس كوانغ. ورغم إن أليكس كان من عيلة فقيرة، لكن آبي حبته واتجوزته. لكن مع مرور الوقت اكتشفت آبي إن مفيش أي تكافؤ بينها وبين أليكس، لأن هي كانت شخصية ناجحة على المستوى العملي وعلى المستوى الاجتماعي، وفي نفس الوقت كانت شخصية طموحة. لكن أليكس كان إنسان مهمل، وكان متواكل، وكان فاشل في شغله، وعشان كده انفصلوا سنة 2016، وكان عندهم طفلين. لكن رغم انفصالهم فضلوا أصدقاء، وكانت علاقتهم كويسة جدا جدا. ومش بس كده، آبي كانت كريمة جدا مع عائلة أليكس طليقها، فاشترت لهم بيت في منطقة فخمة جدا، ويقال إن البيت اللي هي اشترته لهم يقدر ب10 مليون دولار. وشغلت أنتوني أخو أليكس معاها، كان سواقها الخاص، وكمان شركته في مشاريع كانت عبارة عن مجموعة مطاعم للأكلات السريعة. وفوق كده كمان اشتريت له بيت خاص بيه. فكانت آبي كريمة جدا مع عائلة طليقها، وغيرت حياتهم 360 درجة من الفقر للغنى. آبي بعد طلاقها من أليكس سنة 2016 اتجوزت جوزها التاني اللي هو كريس، وخلفت منه طفلين، فأصبحت أم ل4 أطفال، وكانت بتحب أطفالها جدا جدا. ورغم جوازها التاني برضو فضلت محافظة على علاقتها الطيبة مع أهل طليقها، وكانت بتصرف عليهم بمنتهى البذخ والكرم. ما كانش حد أبدا يتخيل إن آبي تشوي تنتهي حياتها نهاية مأساوية، وتموت بطريقة بشعة ما تخطرش على قلب بشر، وحتى ما تخطرش على بال الشيطان نفسه. آبي كعارضة أزياء معروفة جات لها فرصة إن هي تظهر على غلاف مجلة فرنسية، وسافرت لفرنسا عشان تحضر جلسات التصوير. وطبعا كانت بتشارك صورها مع معجبيها ومتابعيها على الانستجرام. وظهرت آبي وهي متصورة مع شخصيات مشهورة في عالم الموضة وعالم الأزياء. وبتاريخ 14/2/2023 اللي هو يوم الفالنتاين، نشرت آبي صورة ليها وهي على غلاف مجلة فرنسية، ودي كانت آخر صورة تنشرها على الانستجرام. بعدها آبي رجعت لهونج كونج، كانت سعيدة جدا بنجاحها. لكن بعد أيام قليلة من رجوعها اختفت آبي تشوي في ظروف غامضة ومريبة. آبي كانت بتحب أطفالها جدا، وكانت متعودة إن هي توصلهم كل يوم للمدرسة، وترجع بعد كده تاخدهم آخر النهار. في يوم 24/2 سنة 2023 آبي وصلت أولادها، لكن ما رجعتش عشان تاخدهم. وطبعا لأن آبي شخصية عامة ومشهورة، فده طبعا لفت انتباه إدارة المدرسة. وفي نفس الوقت مفيش حد تاني جه عشان ياخد الأطفال. وطال اختفاء آبي، وتعرفت القصة، وافتكرت الشرطة إنها جريمة اختطاف، وإن اللي خاطفها هيتصل علشان يطلب فدية. وده طبعا لأنها كانت شخصية مشهورة وغنية. لكن بتمر الأيام ومفيش أي اتصال أو أي أخبار من الخاطف المزعوم.
فبدأت الشرطة تحقق في اختفاء آبي وتتتبع مسارها في اليوم ده، وده طبعا عن طريق كاميرات المراقبة والموقع الجغرافي. آخر مكان ظهرت فيه آبي كان مكان خاص بشغلها، وكان الكاميرا صورت آبي وهي بتاخد صورة جنب عربيتها الجديدة. الشرطة طبعا حققت مع جوزها وحققت مع أهل طليقها، خصوصا أنتوني بصفته السواق الخاص بتاعها، اللي قال إن هو آخر مرة شافها لما كانت بتوصل الأطفال للمدرسة الصبح. وطبعا اتضح إن أنتوني كذب في كلامه، لأن الكاميرات أثبتت إن هو كان موجود معاها في المكان اللي هي راحت فيه اللي هو خاص بشغلها، وكان مفروض إن هي بعد ما تخلص شغلها ترجع المدرسة تاني عشان تاخد الأطفال. لكن آبي اختفت تماما بعد ما خلصت شغلها، وبدأت الشكوك تحوم حوالين عائلة طليقها وأنتوني السواق اللي خاص بيها. وقدرت الشرطة عن طريق الGPS إنها تحدد آخر مكان صدرت منه مكالمة من تليفون آبي. لكن الغريب إن هم اكتشفوا إن تليفونات عائلة طليقها كانت موجودة في نفس الموقع الجغرافي للمكان اللي موجود فيه تليفون آبي، يعني كلهم كانوا موجودين في منطقة واحدة. وبتكثيف التحريات والمراقبة اتضح إن كوانج الأب كان مأجر شقة في مكان قريب من الموقع الجغرافي اللي اتلقط فيه آخر حاجة لتليفون آبي. والشرطة قدرت توصل للشقة واقتحمتها على أمل إن هم يلاقوا آبي موجودة فيها، لكن لما فتحوا الشقة لقوها فاضية تماما ومفروشة كلها بالبلاستيك، لكن الحوائط كان عليها بقع كتيرة من الدم. ولما دخلوا المطبخ لقوا نفسهم كأنهم جوه سلخانة حرفيا، أدوات لتقطيع اللحم وأدوات للفرم وساطور ومنشار كهربائي وبلاطي ضد المطر وجوانتيات عليها دم. ولقوا شنطة اليد الخاصة بآبي، ولما فتحوا التلاجة كانت المفاجأة الكبيرة، لقوا سيقان بشرية، وكان في حلل كتيرة مليانة بالشوربة. الشوربة دي كانت عبارة عن خضار ولحم، بس لحم كان غريب الشكل. ولما حللوا اللحم ده لقوه إن هو لحم بشري، وكان واضح إن هم أكلوا جزء كبير من الشوربة. ولقوا جمجمة في حلة الشوربة، وكان واضح إن الجمجمة دي اتعرضت لضربة قوية عملت فيها زي ثقب كبير أو خرم كبير. فالشرطة رجحت إن دي جمجمة آبي، وإن هي اتعرضت لضربة قوية على رأسها أفقدتها الوعي وبعد كده اتقتلت. وبعدها بدأ التقطيع والسلخ والفرم، وده يفسر الدم الكتير اللي كان منتشر على الحيطة. كاميرات المراقبة اللي في محيط شقة الرعب دي صورت واحد وهو خارج من العمارة ومعاه صندوق بلاستيك. الراجل ده كان كوانج حامى آبي، والشرطة بترجح إن الصندوق ده كان فيه بقايا جثة آبي اللي ملقوهاش في الشقة، ومن المحتمل جدا إنه يكون خدها عشان يرميها في النفايات. الشرطة قبضت على كوانج الأب وعلى أنتوني، وبعد الضغط عليهم اعترفوا بجريمتهم، واتمكنوا بعد كده من القبض على أليكس وعشيقته اللي كان مستخبي عندها. والفضل في كده يرجع لأصحاب آبي وعيلتها اللي رصدوا مكافأة كبيرة لأي حد يقول أي معلومات عن مكان أليكس، وقبضوا كمان على الأم زوجة كوانج، والشرطة بترجح إن هي اللي طبخت الشرب. في الحقيقة الجريمة مقززة جدا جدا، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه عيلة أليكس عملوا كده؟ إيه هو الدافع للجريمة؟ تحريات الشرطة قدرت تتوصل إن آبي قبل ما تموت كانت قررت إن هي تبيع البيت اللي اديته لأهل طليقها، ووعدتهم إن هي هتشتري لهم بيت تاني بعد كده. فالشرطة بترجح إن هم قتلوها عشان كده، فأجروا شقة وحضروا عدة القتل، وقدروا إن هم يجيبوها بطريقة ما للشقة وقتلوها ومثلوا بجثتها. أنتوني اعترف إن بعد ما آبي خلصت شغلها طلبت منه إن هو يرجعها المدرسة عشان تجيب الأطفال، لكن أنتوني مشي في طريق تاني خالص، ومجرد ما دخل النفق وقف بالعربية وركب أليكس وضربوها على دماغها، وبعد كده أخدوها للشقة ومثلوا بجثتها وقتلوها. وطبعا ارتكبوا جريمتهم بمساعدة الأب كوانج، لكن لسوء حظهم إن هم ما كانوش لحقوا يتخلصوا من بقايا جثة آبي، والشرطة جت بسرعة ولقت البقايا في الشقة. واتضح إن عيلة أليكس ليها سجل إجرامي سواء في التحرش أو النصب أو السرقة. كريس جوز آبي التاني ما كانش مصدق اللي حصل لآبي، ما كانش مصدق إنها ماتت وهي في سن صغيرة 28 سنة، ومن نهايتها المأساوية، لأن هي كانت لطيفة مع الكل وكانت بتدي من غير حدود وبدون مقابل، كانت كريمة جدا جدا. دكتور أحمد خالد توفيق ليه مقولة بتقول إن الإفراط في العطاء لا يخلق أشخاص مخلصة،
بل يخلق أشخاص أنانية. وهزيد من الشعر بيت إن الإفراط في العطاء ممكن جدا يخلق أشخاص مجرمة، خصوصا إذا كان ليهم سجل إجرامي زي عيلة طليقها اللي ما اكتفوش بقتلها، لا دول كمان أكلوا من لحمها. أكل لحوم البشر، الطقس الشنيع ده في الحقيقة ليه جذور بتمتد في الصين من آلاف السنين. قتل أبي تشوي وأكل لحمها كان نوع من أنواع العقاب، زي ما كان بيحصل في القرن ال19 لما كانت الجرائم دي نوع من أنواع العقاب. حتى إن علماء الآثار لقوا آثار لعظام بشرية موجودة في أواني الطهي اللي بيرجع عمرها لنص مليون سنة في الصين. وأكل لحوم البشر مرتبط في بعض الثقافات بالصقر نتيجة غضب جماعي بهدف تحقيق أكبر نوع من الإيذاء للعدو عن طريق تحويله وجبة للأكل وكأنه فريسة، وده كان نوع من أنواع التعذيب للضحية. في نهاية حكايتنا بتمنى الرحمة لأبي تشوي، وأتمنى ليكم أحلام سعيدة خالية من الكوابيس اللي طردتني أنا شخصيا بعد الحادثة الشنيعة دي. واستنوني في ليلة جديدة مع حكاية جديدة، وما تنسوش الاشتراك والإعجاب وتفعيل علامة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.